السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. أهلا وسهلا بكم بقناة سكين كير العناية بالبشرة. اليوم معنا عائلة شامبو هامول المشهورة والمعروفة منذ عشرات السنين، والتي ما زالت مرغوبة من قبل معظم الأشخاص، ويستخدمونها حتى أن الكبار يستخدمونها بسبب رائحتها الزكية جدا وفعاليتها القوية لدى معظم الأشخاص. اليوم سأتحدث لكم بالتفصيل حول شامبو هامول المشهور والمعروف بقياساته الثلاثة. الشامبو العبوة الكبيرة تأتي بسعة 600 ميلي، العبوة المتوسطة تأتي بسعة 400 ميلي، أما العبوة الصغيرة فتأتي بسعة 250 ميلي. طبعا هو من إنتاج شركة كاستون بنا. هو سويسري بالأصل، ولكن إنتاج سوريا، وهو المنتج الأصلي تماما. لديه امتياز سويسري للعبوة الصغيرة. هي بالأساس سعتها 200 ميلي، ولكن الآن تم تزويد 25% فأصبحت 250 ميلي. العبوة الكبيرة والتي أنصح بها لأنها عبوة توفيرية تأتي بسعة 600 ميلي، وهي توفيرية في سعرها وسعتها. الآن يجب أن أنوه على بعض الأمور، وهي مكتوبة هنا بعض منها. أنه يجب عند استخدامه للرضع والأطفال دون عمر 3 سنوات، فيجب عليك إضافة مقدار من الماء تساوي كمية الشامبو التي تستخدمه في غسيل شعر الرضع. أما استعماله للكبار أو للأطفال فوق عمر 3 سنوات، فينصح باستعمال شامبو هامول بشكل يومي للحفاظ على الرائحة الزكية، وللحفاظ على الشعر رطبا ونظيفا. طبعا هو ناعم على الشعر وعلى فروة الرأس، صمم خصيصا للأطفال، حيث أن بشرتهم وبشرة شعرهم حساسة جدا. هو لطيف جدا على العيون. شامبو هامول للأطفال يأتي بلونه الزهري المعروف جدا. أيضا من الداخل يكون الشامبو زهريا كما تعرفون، ولديه رائحة منعشة جدا. يوجد بعض الألوان الأخرى، ولكن نادرا ما تستخدم. يوجد اللون الأصفر واللون الأخضر، ولكن الشركة لم تعد تنتجها بشكل كبير، نظرا لأن هذا اللون الزهري هو اللون المستخدم والأكثر طلبا من قبل الزبائن. طبعا لا مشكلة إذا دخل الشامبو إلى داخل العينين عند الأطفال أو الكبار. يجب مباشرة الغسيل بالماء البارد بكمية وافرة، غسيل العينين، وهذا ما يذهب الضرر مباشرة إن شاء الله. وأريد أن أنوه إلى أمر، أن هذه العبوات من الشامبو يوجد منها تقليد بشكل كبير في السوق، ولكن يمكن بسهولة معرفة العبوة الأصلية من العبوة التقليد من شكل الطباعة وغيرها من الأمور كالرائحة واللون الداخلي للشامبو. وهكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم. أرجو منكم أن تدعمونا لنستمر بتقديم الأفضل دائما. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.